حاجتكم جيتكم، وعلى أيض مصر اليوم جيت نحكي لكم. يقولوا أصل تسميتهم راجع للكلمة الأمازيغية إزرا، واللي تعني القمم، وأيض مصر يقصدوا بها أولاد القمم، بحكم أنهم عاشوا بين قمم جبال الأطلس البليدي. في زمان بكري كانت أراضيهم تمتد من طابلات الجبال البليدة إلى أسوار العاصمة، لكن مع قدوم العثمانيين اللي فرضوا عليهم الضرائب وعملوا على تفكيكهم، والفرنسيين اللي مشاو على نفس النهج، وكثرة المقاومات من المصراويين، تقلصت أراضيهم اللي تشمل حمام ملوان حاليا وما جاورها. أصولهم زناكنية صنهاجية، ويتكون العرش من 16 قبيلة، كل قبيلة يمثلها شيخ ينظم أمورها، ولسانهم كان أمازيغي عبر العصور، يمزج بين القبيلية والشلحية مثل لهجة أهل شنوى في تيبازا. وبحكم أنهم عاشوا في منطقة جبلية، كانت حياتهم تعتمد على الرعي وتربية الأغنام والحرف اليدوية كالحياكة وصناعة الفخار من طواجن وغيرها من الأواني. أما عن غذائهم فكان كله من ثمار يديهم ومزروعاتهم في الأراضي الخصبة. والآن قولوا لي في التعليقات، هل تلاقيتوا ناس من قبل من عرش أيض مصر؟ وش هو الانطباع اللي خذيتوها عليهم؟